باش تصايبوا هاد البسطيله الزوينه ضروري تخليو موراكم المواعن، ولكن ماشي مشكل. المهم عندي ان البسطيله جات لذيذه وضيافي عجباتو. وهاد المره درت بسطيله بدجاجه وحده وبنص كيلو ديال اللوز. كنحط طنجره 5 ديال البصلات في الاشواق نطحنهم مزيان. في وسط الطنجره كندير الدجاجه ديالي اللي محيده لها الجلده وكنزيد لها العطريه تلقاوها مكتوبه لتحت. ما تنساوش تزيدوا الزعفران اللي ذوبوه في الماء يكون دافي، الزيت البلديه والزيت الروميه، وهنايا غنزيد البصله ديالي، الربيع، ضويمه ديال السمن وعويد ديال القرفه، وسدوا على كلشي. ديروا البيض السمان ديالكم. اما بالنسبه للوز فانايا فسختو البارح وخليته ينشف، دهنته بالزيت الروميه ودخلته للفران باش يطيب. كنرجع للطنجره وكنلقى الدجاج ديالي طاب، كنحيد ليه العظيمات ونخليه على جنب. اما بالنسبه للوز فبلا ما تبقاو تقليو، حيت في الفران غيطيب لكم من داكشي الرفيع. من بعد ما توقف المريقه زيدوا لها السكر كلاصي والقرفه وخلطوها مزيان مزيان. هنايا طربت 4 ديال البيضات اللي غنزيدهم على المريقه ديالي. بالنسبه للوز فطحنوه مع قريفه وسكر كلاصي، وتقدروا ديروا حتى الزهر. وما تنساوش ديروا المريقه ديالكم في واحد الصفاي باش كتطلق ليدام